يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي اتكلم النهارده في موضوع يعني دلوقتي ترند في السوشيال ميديا عن حسام وشيرين عبد الوهاب. تمام. آه في غلطة عملتها شيرين من فترة، اتكلمت عن حياتها وعلاقتها بحسام واللي عمله فيها، وايا كان كلنا عارفين، وان هو قصلها شعرها وهكذا، وانه كان بياخد فلوسها. ده الكلام اللي هي طلعت صرحت بيه. تمام. نتيجة ان انتي صرحتي، فبقى اصبح ليهم حق ان هم يتكلموا عن حياتك. بقى ليهم حق ان انتي ليه انتي مدمنة، ليه انتي ترجعي لحسام تاني. طيب معلش، انتوا شايفين شكلها اصلا وهي بتكتب كتب الكتاب؟ بصيتوا شكلها عامل ازاي؟ ان هي خاضعة لعلاج نفسي مؤثر فيها. انا قعدت بصيت على فيديوهات كتير. ادوية العلاج النفسي بتأثر ايه على البني ادم؟ بتأثر في سلوكه، بتأثر في افكاره، ممكن توصله ان هو ينتحر. والدكاترة بتجرب في المرضى، هي ما تعرفش هو الدواء ده هو اللي هيجيب من الاخر مع المريض بتاعه ولا لا. زيه زي اي مرض. يعني مثلا حد دواء عظام مثلا بيتاخد، دكتور العظام كاتبه، ايه اللي هيحصل؟ هل الدكتور مغسل وضامن جنة؟ اكيد لا. اكيد لا يعني. صح. بيعمل ايه؟ ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيقول للمريض اتفضل خد الدواء ده ويجرب معاه. استجاب جسمه للدواء ده وجاب نتيجة للي حاسس بيه المريض، كان بها. نفس اللي بيعمله الدكتور النفسي، بيجرب مع المريض الدواء ده. حظه بقى كمان يعني كل الآثار الجانبية اتنفذت مع مريضه وهو كمان مش ناقص. وده اللي أنا حاساه جدا في الفيديو. أنا مش طالعة بدافع عنها، بس يا جماعة ركزوا كده، بصوا على الفيديو اللي هي طالعة فيه، تحسوا ان هي مش شكلها الطبيعي، مش بني ادمه فرحانه وواخده قرار عن اقتناع ومبسوطه ان هي طالعه تكتب كتب كتابها. مستحيل ان انا فجاه اقول انا هرفع قضيه على اخويا ازاي يشهر بيا، وارجع تاني يوم اقول لا انا اتنزلت عن القضيه وسامحت اخويا. معنى كده ان هي مش في حالتها الطبيعيه. ويا ريت ما نحكمش على حد بقى تاني. يعني انا قلت لكم في الفيديو الاولاني احنا ما بننصبش محكمة لحد. هي الغلطة اللي عملتها ان هي اتكلمت عن حياتها، فكله بقى عايز بقى وبقى مباح ليه انه يتكلم في حياتها. خلاص يعني. تتعلمي بقى، ده يعلمك من ايه يا شيرين؟ ان انتي تعملي زي عمرو دياب كده ودينا الشربيني، لما علاقة كانت ما بينهم واتجوزوا بأيا كان الطريقة، شرعي بقى عرفي مش موضوعنا، محدش فيهم طلع اتكلم في اي برنامج او سوشيال ميديا عن التاني. سابوا اللي يتكلم واللي يقول. بس فتتعلمي من كده النقطة دي وتبتدي انك تاخدي بالك بقى. هو طبعا غلط اللي هي عملته ان هي رجعت، بس يعني احنا عندنا كرامة واه. طب ما هي يا جماعة هي عندها كرامة وكل حاجة، بس هي دلوقتي مش في حالتها الطبيعية. يعني لازم قبل ما نحكم على حد نبدأ نحط نفسنا مكانه. ما نحكمش على حد ما مرناش بنفس الحاجات اللي هو مر بيها. مش تجربة بس، حياته من أولها، من أول ما ربنا ما خلقه لحد دلوقتي، لحد ما المشكلة دي حصلت له. مش المشكلة دي بس، لأن الشخص ده بيبقى تصرفاته ناتجة عن المراحل العمرية اللي مر بيها كلها والمشاكل كلها، فطلعت لك سلوك البني آدم اللي قدامك ده بمنتهى البساطة. فانت ملكش الحق ان انت تحكم على حد خالص. احكم على نفسك الأول. تمام. كلنا بنغلط، محدش معصوم من الغلط. وانا برضو هرجع اقول تاني في نهاية الفيديو ان انا مش جاية ادافع عنها، انا جاية اقول ان احنا نخلينا في نفسنا بجد. كفاية بقى، كفاية كلام في حاجات مش مهمة في حياتنا. ربنا يعينها ويطلعها من اللي هي فيه ويفوقها، واكيد هتيجي وقت وتفوق. كلنا بنعمل اخطاء في حياتنا، كلنا. يمكن ربنا هو اللي ساترها معانا، يمكن هي ربنا جه عند الستر ما سترهوش دلوقتي. هل معنى كده ان احنا بقى نزود اكتر واكتر؟
لا، ده احنا دي حاجة تعلمنا ان احنا قد ايه ربنا مدينا نعمة الستر، ونحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر كده على نعمة الستر. كلنا بنعمل غلطات، كلنا بنعمل حاجات كتيرة مش صح في حياتنا، وبنشيل عليها ذنوب مش لطيفة. فاحنا نبتدي بنفسنا كده ونشوف ونحمد ربنا انه قد ايه هو ساترها معانا. وشكرا.